كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير. نتوما كتشاهدوا معايا وصفه اليوم اللي هي عجينه ديال الكيش. كتجي بلا خميره، كتجي زوينه ومكونات بسيطه وسريعه في التحضير وكتوجد معنا بسرعه. فقط تبعوا المقادير والطريقه ديال التحضير. كيف ما شفتوا هنا معايا عندي 4 ديال الكيسان ديال دقيق الفرص. ممكن ديروا الكميه اللي بغيتو. هنا نسمو باي عطريه عندكم كتفضلوها. انا درت معلقه من ديك العطريه اللي كنسم بها العجين. درت معلقه ديال البودره ديال الثوم وعندي الملح كذلك. درت الملح على حسب الذوق وراس معلقه ديال الابزار. حتى هي كتعطي واحد البنه للعجين. غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف، ولو انني ذكرتهم هنا في الفيديو معكم. وعندي نصف كأس ديال زيت البلدية او زيت العود. صافي غادي نبدا نبسبس ديك هاد العجين بهاد الثوم والعطريه، يعني المهم اي عطريه كتفضلوها يعني كتبنوا بها ممكن تضيفوها في هاد العجينه هادي. وممكن تضيفوا حتى شويه ديال الزعتر، انا ما ضفتوش هنا غير باش كتجينا العجينه ديال الكيش ديالنا كتجي بنينه ملي كنعمروها. هنا هاد العجينه انا غادي يعني ما غاديش نعمرها، فقط غنحضر معكم الطريقه ديال عجينه الكيش يعني باسهل طريقه وكتجي زوينه ما كتجيش يعني قاصحه، كتجي فتيه. كنبداو نبسبسو هاد مزيان ديك الزيت مع ديك الدقيق ومع ديك العطريه والملحه على حسب الذوق. انا ضفت هنا الملحه وغنزيد بيضه وحده كيف كتشوفوا. صافي وغادي نبدا نجمع العجينه بكاس ديال الماء حتى هو غادي غنعبر لكم وغادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف، ولو انني ذكرتهم معكم هنا في لا فيديو ماشي مشكل. هنا زدت بيضه وكنحاول انني كيف ما كتشوفوا راه ما كنعجنش، غير كنلم ديك العجينه كنجمعها. صافي هنا الكاس اللي عبرت به الدقيق هو اللي عمرته بالماء، ما عادي ما سخون ما حتى شي حاجه عادي. صافي كنجمع راني غير مزربه لا فيديو داكشي علاش كيبان على شكل العجينه، يعني كتبان بحال اللي كنعجن. صافي هنا غادي نكبون باش نجمعوه على سطح العمل بحال هكا، لان ما كنعجنوش غير كنلم كلشي كنجمعو هكا. صافي وغنخليها في بلاستيكه ترتاح راه ما فيهاش الخميره. كنتمنى اللي كيشاهد القناه لاول مره ما ينساش يتابونا ويفعل الجرس فضلا وليس امرا. ما تنساونيش بلايكات وكومونتير كتحفيز للقناه، كنتمنى تدعموني. صافي هنايا من بعد ما صافي جمعت هاد العجينه غادي نوضعها بلاستيكه ونخليها ترتاح ونرجع معكم. صافي من بين نظفت سطح العمل مباشره جبدتها من بلاستيك غذائي غير تحت تقريبا 5 ديال الدقائق ما كاملاش. صافي هنا كنسرحها على سطح العمل، خصها تجي رقيقه راه ما كتلتصق ما حتى شي حاجه. هنا عندي هاد السيركل ديال الحريشات اللي صغيورين غادي نطبع به، غادي نطبع به دوائر باش يسهلوا عليا الخدمه في يعني باش نديرهم هكا في الكيش. ديك الساعه غير غنسرحهم هانتوما غتشوفوا معايا. هنا العجينه كما ذكرت معكم رقيقه ماشي رقيقه كاع، انما مرقعه لان ما فيهاش الخميره. صافي هنا العجينه كيف ما هي رطبه وخفيفه صراحه. شوفوا كما كتشوفوا خفيفه العجينه ورطبه وما كتلصقش، لان ديك الزيت اللي فيها اللي خادمين بها هي اللي كتخليها تجي هكا زوينه. كيف ما كتشوفوا معايا السمك، شفتوا السمك ديال العجينه راه يعني قريب متوسط ماشي رقيق كاع. صافي كندير وحده في هاد المول ديال الكيش فردي. ممكن ديروهم فرديين ممكن ديروهم كبار، لكم الاختيار. صافي كنبقى نضغط مزيان كنحيد هاد الجوانب بالسكين
على هذا الشكل هذا. صافي كنحاول انني نضغط باش ياخذوا بلاصتهم. صافي وغادي ناخذ فرشيط وغادي نبدا نثقب الوسط مزيان كيف ما كنخدموا البيتزا باش ما كيتنفخوش لينا، ولو ان الخميره ما فيهمش، راه ما فيهمش الخميره، ولا ما تقبناهمش راه غادي بحال الشكل غيطبقوا. صافي على هذا الشكل هذا غادي نكمل كاع الكميه ونرجع معكم. صافي هنا من بعد ما كنكملهم كاملين كنديرهم في البلاطه اللي كتدخل الفرن وكيطيبوا على عافيه مهيله. غير يشدوا مزيان راسهم من بعد كنهبطوهم لتحت، يعني شبه غادي يتذهب اللون ديالهم، فقط غير كنحسوا بهم هكا شادين مزيان. العجينه مازال لها مثلا غير تحمر، يعني غير تاخذ ديك اللون الاصفر. صافي غير كنخرجوهم، يعني كنخرجوهم هما محمرينش، يعني كنخليهم مازال لهم غير التحميره كنخرجوهم هما محمرين. صافي هذا هو الشكل ديالهم كيفاش كيجي. كتجي العجينه صراحه رطبه بزاف، وبقات لي انا واحد نصف من داك العجين اللي خرجت لي كيش اخر كبير في مول كبير درتو. صافي نفس الطريقه كنخدم بها، نثقب، كنحاول انني نخلي العجينه تشد البلاصه ديالها مزيان في المول، وراه ما كندهنش المولات لان العجينه فيها الزيت باش مخدومه. صافي كنثقب مزيان هاد الكيش هذا وكندخلو الفران كيطيب بنفس الطريقه، ونتلاقاو كيفاش كيجيو. صافي على هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا راهم شادين راسهم، هما طايبين مازال ليهم غير التحميره كيف ما كتشوفوا معايا. صافي كنحتفظوا بهم في المجمد حتى كنبغيوهم وكنجبدوهم نديروا الحشوه ونطيبوهم بالصحه والراحه في وصفه قادمه ان شاء الله.